اللحمه الضاني ولا اللحمه البقري؟ كل سنه وانتم طيبين، دخلنا على العيد ودايما بتحصل بقى الخلافات، لا مش عايز لحمه ضاني، لا انا عايز لحمه بقري. طب تعالوا اقول لكم شويه معلومات مهمه نعرف بيها القيمه الغذائيه اللي موجوده عندنا في اللحمه الضاني. وبالمناسبه دي كانت اصل الغذاء اللي موجود عند العرب زمان، وبيقال ان دي احد اهم اسباب صحه العرب على حساب الاوروبيين في العصور الوسطى وما كان قبلها. لو جينا بصينا غذائيا على اللحمه الضاني هنلاقي ان القيمه الغذائيه بتاعتها من حيث البروتين زيها زي اللحمه الحمراء بالظبط، زي اللحمه البتلو، ولكن كميه الدهون زياده، فكله يقول لك عشان كده بتبقى تقيله شويه في الاكل. بس استناني، الدهون الزياده اللي هي حوالي 30% عن اللحمه العاديه دي دهون صحيه جدا جدا جدا، لان هي بتحتوي على دهون غير مشبعه بنسبه توصل من ال 30% دول 80% دهون غير مشبعه، ما بين الدهون غير مشبعه الاحاديه والمتعدده. وطبعا دي ليها تاثير ايجابي كبير جدا على الجهاز الدوري والقلب وزياده السيوله والحفاظ على الاوعيه الدمويه بتاعتنا، ودورها كمان كمضاد للالتهاب. كمان بتحتوي على حاجه اسمها السي ال اي او الكونجوجيتد لينوليك اسيد، وده من ضمن الاحماض الاساسيه الدهنيه الاساسيه اللي بيكون لها دور ايجابي برضه في الحفاظ على الوزن وتحسين معدلات الحرق. لو جيت بصيت كمان على اللحمه الضاني موجود فيها 2 من المعادن المضاده للاكسده بتركيزات اعلى بكتير جدا من اللحمه الحمراء، السيلينيوم والنحاس، والاثنين دول من اكتر الناس اللي محتاجينهم، الناس اللي بتعاني من مشاكل الغده الدرقيه، والناس اللي بتعاني من الامراض المناعيه، والناس اللي عندها التهابات مزمنه. انا جاي اقول لك ان اللحمه الضاني حلوه، اللحمه الضاني فيها مزايا مش موجوده في اللحمه البتلو. في الاخر القيمه الغذائيه بتاعت البروتين واحده، وبتختار اللي انت بتحبه، وافتكر دايما ان صحتك اهم.